انا متاكد ان في حاجات بتعملها وانت مش مقتنع بيها، زي انك تقول ما ينفعش ارفض، حرام ازعلهم، انا اخر حد المفروض يفكر في نفسه. ايوه ليه؟ فهمني انت بتعمل كده ليه؟ بس خد بالك برضو ان في لحظه معينه بتصحى وتلاقي نفسك مرهق وتعبان ومش عارف انت بتعمل كده ليه اصلا. فسؤالي ليك، ليه دايما بتضحي وليه بتحط نفسك في اخر الصف؟ يمكن لانك نسيت حاجه بسيطه جدا، ان مصلحتك اهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حديث جديد من حديث تهمك. بسم الله، خلينا نخش في الموضوع على طول ونتكلم في حتة إن إحنا يا جماعة فاهمين الطيبة غلط. الطيبة مش معناها إطلاقا إن الإنسان يبقى ضعيف، لازم يوافق على كل حاجة، لازم يسكت، يتنازل، يرضى بأي حاجة. الحقيقة الكلام ده مش صح. مفيش أي تعارض بين إنك تكون إنسان محترم وطيب وإنك تحافظ على نفسك، لكن التعارض كبير بين الطيبة وبين إنك تقلل من نفسك علشان خاطر الناس. كمان المشكلة مش إن الناس بتطلب كتير، المشكلة إنك كل مرة بتقول حاضر، لأن الطبيعي إن الناس هتفضل تطلب وتضغط وتدي رأيها، لكن في الآخر القرار ليك. كونك بقى شخص محترم وحنين ده مش معناه إنك تمشي ورا كل حد على حساب راحتك، لأنك لما تفضل تتنازل مرة ورا التانية بتوصل لمرحلة إنك مش لاقي نفسك، والمصيبة إنك لما بتتعب أو تنهار مش هتلاقي الكل واقف معاك زي ما كنت متوقع. فالمبالغة في التضحية مش دايما تقدير، ساعات بتخلي اللي قدامك يتعود ياخذ وما يفكرش فيك. علشان كده لازم تختار نفسك حتى لو الناس ما فهمتش ده دلوقتي، بكرة لما يشوفوا نتيجة اهتمامك بمصلحتك هيعرفوا انك كنت على حق. خلينا برضو نقول ان في افكار تربينا عليها من واحنا صغيرين، بس لما كبرنا اكتشفنا انها فعلا بتدمرنا من جوه. زي اللي يزعل مني يبقى ما بيحبنيش. الحقيقة لا، اوقات كتير الناس بتزعل لانك بتعمل الصح مش لانك غلطت. اللي بيحبك بجد هيزعل لحظة بس هيفهم بعدين. كمان جملة لو رفضت أبقى أناني، لا برضو الرفض مش أنانية، ده اسمه إنك بتحط حدود. كل حد فينا ليه طاقته وليه ظروفه وليه الحق إنه يقول لا لما المطلوب ما يكونش هو قادر إنه يعمله أو مشغول مثلا، وما ينفعش كمان يتحاسب لسبب إنه مش هيقدر يعمل كده. كمان جملة أنا مش مهم، المهم الناس تكون مبسوطة، غلط. أنت مهم وراحتك النفسية مش رفاهية، دي أولوية. لأنك لو فضلت تراضي كل الناس وتنسى نفسك في الآخر مش هتعرف ترضي حتى نفسك. فغير أفكارك تتغير نظرتك لحياتك. وخدها نصيحة، لما تيجي تاخد قرار مهم في حياتك خد دقيقة ووقف مع نفسك، اسأل نفسك بكل صراحة، هل القرار ده هيخليني أكون أفضل نسخة من نفسي ولا هيخليني أبعد عن اللي أنا حابب أكونه؟ لأن اختيارك لازم يكون دايما لصالحك مش لصالح توقعات أو ضغوط من بره. مصلحتك بتبدأ لما تبدأ تسمع لنفسك أكتر من الناس. في الآخر محدش هيعيش حياتك غيرك ولا حد هيتحمل نتائج قراراتك غيرك. علشان كده ما تخليش الخوف من زعل الناس يبعدك عن نفسك. اختار اللي يناسبك بحكمة حتى لو مش عاجب الناس. حافظ على نفسك حتى لو اضطريت تبعد، لأنك لو ضيعت نفسك مش هتلاقي حد يعوضك. مصلحتك مش أنانية، مصلحتك وعي. فاختار صح واختار نفسك. وعلشان مصلحتك اعمل لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس واسيبنا تعليق حلو زيك. أخوكم محمد أبو السعود، ألقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث تمك. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.